معلومات مهمة جدا هتعرفها في الفيديو ده حوالين إيصالات الأمانة والنفقات وقايمة المنقولات وحاجات تانية كتير. ناس كتير جدا بتسأل عليها، مش عارفة تفاصيلها أو مش عارفة تعملها إزاي أو تتصرف إزاي أو الشكل الصحيح والقانوني ليها إزاي. أول حاجة خلينا نتكلم على إيصال الأمانة. إيصال الأمانة من الحاجات المتداولة أو الأوراق أو المستندات المتداولة بين الناس، وناس كتير جدا بتخسر قضايا إيصالات الأمانة أو الجنح بتاعة إيصالات الأمانة لمجرد إن هي بترتكب بعض الأخطاء أثناء ما هي بتكتب إيصال الأمانة. طيب لو أنا عايز أكتب إيصال أمانة بشكل صحيح أكتبه إزاي عشان ميبقاش فيه مشكلة؟ أول حاجة إيصال الأمانة المفروض بيبقى فيه 3 أطراف، اللي هو الشخص اللي هو بيسلم او اللي استلم الاول اللي هو استلمت انا مبلغ وقدره كذا من السيد فلان اللي هو الدائن اللي هو بيدفع الفلوس، والشخص الثالث اللي المفروض هتتسلم له او اللي هو هيستلم الفلوس صاحب الحق. يعني استلمت انا فلان الفلاني من السيد فلان الفلاني مبلغ وقدره كذا 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 كذا، وذلك بغرض توصيلها للسيد فلان الفلاني. يبقى احنا كده بنتكلم في 3 اطراف. طيب ده اول حاجة لازم تتكتب بشكل واضح بالاضافة للعناوين والارقام القومية ومحل السكن والكلام ده كله. بعد كده بندخل في قصة الرقم الخاص بالايصال او مبلغ الايصال. مبلغ الايصال لازم يتكتب بالتفقيط، يعني 50,000 جنيه فقط، 50,000 جنيها، يعني لازم يتكتب بالارقام ويتكتب بالتفقيط. ده بالنسبة لإيصال الأمانة. طب إيه الحاجات اللي إحنا نخلي بالنا منها وإحنا بنكتب إيصال الأمانة علشان ما يحصلش مشكلة ونتفاجئ بعد كده إن إحنا لما نيجي نرفع إيصال الأمانة يبطل أو يبوظ؟ أول حاجة البصمة مش مهمة في إيصال الأمانة، عشان كل اللي بيجي يكتب إيصال الأمانة يقول لك البصمة مش مهمة، لأن البصمة أنا ممكن أدعي إن هي اتاخدت مني تحت ضغط، اتاخدت مني وأنا نايم، اتاخدت مني بأي شكل من الأشكال، فبالتالي أنا بقول لحضرتك البصمة مش مهمة علشان خاطر إن حضرتك تبقى مهتم جدا بالبصمة. اللي يهمني في إيصال الأمانة التوقيع، المهم إن الشخص يكون موقع على إيصال الأمانة ويكون مالي إيصال الأمانة بإيديه. دي النقاط المهمة اللي أنا بقول لحضراتكم عليها بخصوص إيصال الأمانة. لازم الشخص يملأ إيصال الأمانة بإيديه علشان ما يجيش بعد كده يطعن بالتزوير. طيب حضرتك ما تمضيش